السلام عليكم، يسعد أوقاتكم يا رب. حابين تعملوا كوكيز بدون زبدة، بدون بيض، بدون حليب، بدون سكر وبدون طحين، وبنفس الوقت تكون زاكية ومشبعة وصحية؟ ما إلكم إلا هاي الطريقة. أول شي بنحط كوب من الطحنية ومعلقتين عسل وكوب من الشوفان وربع كوب من دقيق اللوز ورشة ملح ورشة قرفة وست حبات تمر مقطعة وربع كوب من الشوكولاتة الدارك، وبنخلطهم كتير منيح لحتى يتجانسوا كل المكونات. بعدين بنجيب صينية مفرودة بورق الزبدة وبنحط الخليط فيها وبنفرده كتير منيح. وبهاي الأوقات بنكون مشغلين الفرن على درجة حرارة 180 وبنحطه بالرف الأوسط لحتى يوصل لهذا الشكل. طبعا ما أحكي لكم الريحة كتير بتشهي، حلو صحي ومشبع ومفيد وبدون أي إضافات ضارة. إذا جربتوا الوصفة لا تنسوا تحكوا لي رأيكم بالكومنتات، وصحتين وهنا. أنا هون حطيتها وهي كتير سخنة لهيك كانت بتفتفت.